صارت 5. نعم، المنتخب المغربي هنا يسجل 5. إذن بانتظار انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نمر سريعا على تشكيلة المنتخبين. في تشكيلة المنتخب المغربي منير محمدي في حراسة المرمى، زكريا الواحدي، هناك أكرم نقاش، لدينا مهدي بوكامير، هناك أشرف حكيمي، أسامة ترغالين بالإضافة لبلال الخنوس، أمير ريشاردسون، عبد الصمد الزلزولي، إلياس خماش، بالإضافة لهداف الدورة سفيان الرحيمي. بالنسبة للمنتخب المصري في مباراة اليوم حمزة علاء في حراسة المرمى، محمد شحاتة، هناك محمد طارق، حسام عبد المجيد، لدينا كريم دبيس، هناك زيزو، أحمد نبيل، محمد النني، محمود صابر، إبراهيم عادل، بالإضافة لأسامة فيصل. هي الأسماء التي اختارها المدرب ميكالي مدرب المنتخب المصري. زولي يتقدم في اليسار، يحاول هنا أن يمر عبد الصمد الزلزولي بمهاراته بانطلاقاته بروعة ما يقدم المغرب من أجل الجول الأول. تصويبة تأتي لكن الدفاعات المصرية في التغطية. بداية سريعة إذن من جانب أسود الأطلس في هذه اللحظات، يحاولون منذ البداية، يريدون أن يسجلوا الهدف الأول من خلال هذه البداية القوية والسريعة في بداية الشوط الأول. كرة تلعب إلى الخلف لمصلحة المنتخب المغربي، وصل بعد ذلك عن طريق مهدي بوكامير، يمرر الكرة في وسط الميدان، رمية تماس للمغرب، انطلاقه ومرور، بعد ذلك عرضية خطيرة تأتي لكن التغطية كانت موجودة. المنتخب المغربي يحاول، بلال الخنوس في اللقطة الماضية هو من مر، هو من تقدم، وهو من عرض الكرة الماضية، لكن دفاعات المغربية عادت من جديد. فرصة مصرية خطيرة والهدف الأول يضيع، ما زالت هنا تسديدة لكن هناك صد، هناك رد في محاولة هي الأخطر لمصر، عرضية تأتي لكن التغطية موجودة. لكن جميل المباراة، رائعة المباراة، رائعة هذه البداية هنا ما بين المنتخبين على مستوى شوط المباراة الأول وعلى مستوى 5 دقائق. ممتازة الكرة عن طريق أسامة فيصل، راح وصلت إلى زيزو، الخطر زيزو في كرة تصويبة قوية لكن منير محمدي يتصدى. زيزو ومحمدي في حوار آخر في لقطة أخرى في كرة عن طريق زيزو الذي يبدو أنه تعرض لإصابة. طبعا اللاعب اللي كان متحامل على الإصابة ليس فقط في مباراة اليوم وإنما حتى في المباريات الماضية، وهناك إجهاد كبير للاعب المنتخب المصري. نتحدث عن التنقل والسفر في مباراة النهائي ما بين المنتخبين. كرة منقولة في الطرف الأيمن، ممتازة الكرة، مغربية، عرضية خطيرة، تصويبة تأتي من الأخطر، من الأروع، من الهداف من جانب سفيان الرحيمي في اللقطة الماضية. هداف هذه الدورة برصيد 6 أهداف هنا في مدينة نونت. كرة تلعب من أشرف حكيمي، لمسة باتجاه بلال خنوس إلى أشرف حكيمي في كرة عرضية خطيرة مغربية، عبد الصمد في الكنترول في التمهيد، عبد الصمد من جديد، الله في معقل الكناري. الصوت هو صوت أسود، عبد الصمد الزلزولي ولا أروع بطريقة ولا أجمل، يتقدم لأسود الأطلس بهدف من الروائع المغربية. يا يوسف يا حاجي، نعم، هدف ولا أروع بطريقة ولا أجمل. المغرب تتقدم، المغرب بأول الأهداف عن طريق هداف في بطولة إفريقيا تحت 23 عام، عن طريق عبد الصمد، عن طريق الزلزولي. شاهد الكرة، هنا السلم، هنا مرر، هنا أحبته الكرة، عادت إليه الكرة، سددها بالطريقة الإبداعية، بالطريقة الفنية، بالكرة اللافة،
بالطريقة الأروع بالطريقة الأمثل ليسجل المغرب الهدف الأول في هذا اللقاء. هدف أول لمصلحة المنتخب المغربي هنا في معقل الكناري نادي نانت. لا صوت يعلو على صوت أسود الأطلس من خلال هذه الخطوات. المنتخب المغربي ممتازة جميلة رائعة. أشرف حكيمي راح عرضية الآن ترسل سفيان. الكرة من عبد الصمد ما زالت قائمة. هذا الهدف يعطي الكثير من الدفعة الكبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي في هذه البداية. سفيان رحيمي هنا في كرة مع مساعديه بينما أشرف يمرر لزميله حكيمي في كرة من الطرف الأيسر للمغرب. كرة ما زالت قائمة. عبد الصمد الزلزولي يتقدم في اليسار عرضية ترسل خطيرة راسية. الثاني ومن غيره سفيان. يا سفيان إنه الشرارة الأولى لكل خطر. إنه المصدر الأول لكل فرح. إنه سفيان رحيم الذي لا يرحم يسجل ثاني أهداف المغرب ويعزز أهدافه إلى 7 أهداف بكرة راسية لا تصد لا ترد في شباك حمزة علاء. يتقدم المنتخب المغربي بثاني الأهداف بل يعزز تقدمه بثاني الأهداف. نعم سفيان رحيمي هو عنوان كل خطورة بالنسبة لأسود الأطلس. هنا هدف هنا فرحة مغربية في هذه الأثناء من المدرجات وكذلك من اللاعبين داخل أرضية الملعب. عبد الصمد سجل الهدف الأول. رحيمي من جديد. أشرف حكيمي ومن ثم راسية سفيان رحيمي. كرة منقولة أشرف حكيمي يحاول فيها سقوط من دون خطأ. الحكم المساعد الأول أشار مساندة من جانب الشحات. عنده كرة في الوسط يبحث عن مساندة. كرة منقولة عن طريق محمود صابر. عنده كرة محمود من هذا المكان تسديدة لكن بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة يمر بعيدة على مرمى الحارس منير محمدي. طرف الايمن محاولة مصرية الشحاتة عرضية راسية مصرية لكن تغطية دفاعية مغربية في اللحظة الأخيرة بتعود المغرب لكن من صافرة الحكم النرويجي تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء ما بين الشقيقين المغربي والمصري. المغرب هدفان مصر لا شيء. شوط أول جيدا وهو الذي تألق كذلك في هذا الملعب على مستوى الموسم الماضي رفقة فريق الكناري نادي نانت. شو منقولة في وسط الميدان سفيان رحيمي مرة أخرى. رحيمي أراد أن يفعلها من جديد وأراد أن كرة مصرية ومن ثم عرضية. كرة خطيرة عالية محمدي في التصدي وفي الإبعاد. منقول الكرة لكن بشكل خاطئ. هناك تسرع عند لاعبي المنتخب المصري. عبد الصمد الزلزولي يتقدم. الزلزولي يمرر كرة وصلت مغربية. فرصة الخنوس الله الأسود تواصل الزئير هنا في ملعب نانت وفي ملعب لابوجوار. الخنوس بلال من غاب عن مباراة إسبانيا لا يغيب عن التهديف هنا في مباراة مصر بهدف ولا أروع بتسديدة يمينية على يسار الحارس حمزة علاء. بلال الخنوس في شباك حمزة علاء. الثالث للمغرب والمغرب بالثالث يقترب من المركز الثالث. هنا التسديدة وهنا الكرة الجميلة من بلال الخنوس. قدام الخنوس سداد. الخنوس يسجل ثالث الأهداف لمصلحة عن طريق إبراهيم عادل يريد أن يمر. عادل تقدم. وكرة خطيرة لكن تدخل كان من أشرف حكيمي. بطاقة صفراء على أشرف حكيمي في اللقطة الماضية. ينضم إلى قائمة المنذرين النني على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة. النني على تنفيذ هنا لمسة النني والتصويبة لكن اصطدمت في المدافع المغربي وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية مصرية. مصطفى سعد يرسل كرة عالية راسية هنا تأتي وفرصة مستمرة المقصية لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت الكرة الماضية من المدافع محمد طارق. أراد المدافع أن يقوم بما عجز عنه المهاجمين في كرة مقصية لكن اعتلت العارضة لا شيء. كرة منقولة تمريرة باتجاه سفيان رحيمي.
تاريخي 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 تاريخي. هذا سفيان تاريخي، نعم إنه يواصل كتابة الأرقام وتحطيم الأرقام ومواصلة كتابة التاريخ. سفيان رحيمي يسجل الهدف الرابع لمصلحة المنتخب المغربي. هذا الأسد الذي تعود على الزئير سفيان رحيمي، هدف الثامن ليكتب التاريخ هنا في ملعب نونت، هنا في أولمبياد باريس. هدف مغربي رابع عن طريق سفيان رحيمي، الهداف الذي تعود على احراز الاهداف. تمريره بينيه امام المنتخب الاسباني. هنا عمليه اعتراض في اللقطه الماضيه فريمان عن طريق مصطفى السعد، يريد ان يمر لكن هناك التدخل كان موجود وخطا. احمد نبيل والتسديده، كره مخادعه، هدف لكن يلغى. الهدف يلغى. حكم اللقاء يامر بتنفيذ الركله الحره المباشره مع الصافي. مصريه هذه الكره، كوكا والتسديده لكنها بعيده الى خارج الملعب الى ركله مرمى. ركله مرمى للمنتخب المغربي. مصر طبعا تأس الميدان لمصلحه المنتخب المغربي. نقله في اليسار عن طريق عبد الصمد الزلزولي والتمريره سفيان رحيمي والعرضيه الخامس. صارت 5. نعم المنتخب المغربي هنا يسجل 5 الأهداف، والمدافع أكرم نقاش هو من يسجل الهدف الخامس في هذه اللحظات. أي مغرب وأي أداء وأي نتيجة وأي مباراة يقدمها المنتخب المغربي في هذا اللقاء. 5 المغرب، لا شيء لمنتخب مصر. هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا تسير الأمور من جانب عبد الصمد الزلزولي إلى سفيان. إن لم يسجل فهو يصنع، إن لم يسجل فهو يصنع. هنا سفيان رحيمي والعرضية، ومن ثم في الشباك المصرية يسجل المنتخب المغربي الهدف الخامس. أكرم نقاش يسجل 5 الأهداف لمصلحة المنتخب المغربي. 5 أهداف نظيفة. هنا تبديل قادم، ريشارلسون يغادر أرضية الملعب. قدم بطولة ودورة كبيرة اللاعب ريشارلسون. كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة لكن التغطية كانت موجودة. نني عنده كرة خاطئة بتعود بعد ذلك لمصلحة المنتخب المغربي إلى خطأ يصفر حكم اللقاء. خطأ لزكريا الواحدي في اللقطة الماضية. خطأ كجوار في مدينة نونت، هنا حيث معقل الكنار الذي كان أشرف. هنا تسديدة قوية، الله الله، خرافي خرافي. نعم أنت يا أشرف حكيمي بأي طريقة سجلت وبأي روعة سجلت وبأي هدف سجل. كراته تختصر المسافات، أهدافه لا يليق بها إلا أن تكون جميلة، وهنا رائعة من روائع أشرف حكيمي بتسديدة ولا أروع، قوية 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 كانت في شباك حمزة علاء. يسجل أشرف حكيمي الهدف السادس للمنتخب في ملعب لابوجوار. المغاربة سيتذكرون هذا الملعب كثيرا، وستمحى تلك الذاكرة أمام منتخب البرازيل في مونديال 98. خطأ آخر أن يسجل من هذه المسافة أشرف، لكن هذه المرة بعيدة. كان بالإمكان أفضل. هنا صافرة الحكم تأتي إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. المغرب تحقق الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ المغرب، لأول مرة.